المتحف المصري في القاهرة هو واحد من أبرز المعالم السياحية والثقافية في مصر، ويعتبر من أهم المتاحف الأثرية في العالم. يقع في ميدان التحرير في قلب القاهرة، وهو يحتوي على مجموعة ضخمة من الآثار المصرية القديمة التي تمتد عبر آلاف السنين، بدءا من العصور الفرعونية حتى العصور المتأخرة. أبرز معالم المتحف المصري: 1. الآثار الفرعونية. يضم المتحف مجموعة ضخمة من القطع الأثرية التي تمثل عصور مصر الفرعونية المختلفة، بما في ذلك تماثيل ومومياوات وآثار من المعابد والمقابر. 2. كنوز توت عنخ آمون. واحدة من أبرز المعروضات في المتحف هي كنوز الملك توت عنخ آمون، والتي اكتشفها هوارد كارتر في عام 1922 في وادي الملوك. تضم هذه المجموعة الشهيرة العديد من القطع الذهبية الرائعة مثل قناع توت عنخ آمون الشهير. 3. المومياوات الملكية. يوجد في المتحف العديد من المومياوات لملوك وملكات مصر القديمة، بما في ذلك مومياء رمسيس الثاني، مما يجعلها من أبرز المعروضات التي تقدم لمحة عن طقوس التحنيط والحفاظ على جثث الفراعنة. 4. تماثيل ومقتنيات أخرى. يحتوي المتحف على مجموعة رائعة من التماثيل المنحوتة من الحجر أو البرونز، بالإضافة إلى العديد من الأدوات اليومية التي استخدمها المصريون القدماء. 5. الآثار من العصور المختلفة. لا تقتصر مقتنيات المتحف على العصور الفرعونية فقط، بل تشمل أيضا آثارا من العصور اليونانية والرومانية والفاطمية والعثمانية، مما يتيح للزوار فرصة اكتشاف تطور الحضارة المصرية عبر التاريخ. أهمية المتحف. المتحف المصري ليس فقط مكانا لعرض القطع الأثرية، بل هو أيضا مركز بحثي هام للآثار والدراسات المصرية. يعكس المتحف تاريخ مصر وحضارتها العريقة التي تمتد لآلاف السنين، ويعد مركزا جذب للباحثين والزوار من مختلف أنحاء العالم. التحسينات المستقبلية. في إطار تطوير السياحة الثقافية، يجري العمل على نقل بعض القطع الأثرية الرئيسية إلى المتحف المصري الكبير في الجيزة، الذي سيعرض المزيد من آثار الملك توت عنخ آمون بالإضافة إلى العديد من الآثار الأخرى، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المتحف الحالي. المتحف المصري في القاهرة يظل أحد أهم وأشهر الوجهات السياحية في مصر، ويستمر في جذب الزوار المهتمين بالحضارة المصرية القديمة من مختلف أنحاء العالم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.